والله العظيم انا نازل اتجوز صاحبي. خد يا بكار تعال تقدم لك واحد زي ده تتجوزي؟ لا يعني انا لو هتجوز فمش هتجوز خالص يعني شكرا. انت شغال خطبه؟ في الفترة الأخيرة البنات بقى كل همها تلاقي الشاب أبو شكل حلو وجسم جميل وكلام يدوخ. يا جماعة الشكل والمظهر مش كل حاجة، وعلى رأي حكيم لما قال ده عشق الجسد فاني لكن اللي دايم حلاوة روح. يعني مثلا لو ده تقدم لك هتوافقي تتجوزيه؟ لا. عشان كده نازل النهارده اتجوز صاحبي. والله العظيم انا نازل اتجوز صاحبي. علاء هيتجوز يا ناس. خد يا بكار تعال تقدم لك واحد زي ده تتجوزيه؟ لا مش بالشكل خالص. اهم حاجه حنيه الراجل وان هو يبقى كويس وخلاص بس. خد يا بكار تعال دلوقتي. لا يعني انا لو هتجوز فمش هتجوز خالص يعني شكرا. ايه بقى؟ كده يعني انا عايزه اتجوز على مزاجي انا. طيب واحد مطقطق كده. لو انت تقدم لك واد ابيض كده وعيون زرقاء زيك؟ لا طبعا. ليه؟ عشان بتاع بنات. لا طبعا عمري ما اتجوز واحد فلاتي بتاع نسوان. طويل محاوي وعينه عسلي زيك كده بالظبط كده. هو كل ما تقدم لواحده بيرفضوه، تفتكري بيرفضوه ليه؟ مش شبهي خالص. ماله يعني؟ ما ينفعش ازاي مثلا انا امشي مع واحد زي ده او يكون خطيبي او جوزي. ماله ده؟ ماله ده؟ انت واقف ليه؟ هو بتقول يعني هي بتختار شريك في احلامها، اكيد مش انت. ازاي يعني؟ والله هو لا طبعا. بنات اساسا بيكرهوني عشان انا شكلي اسود. طبعا على عيني وعلى راسي بس انت مش شايف اللون واللون. صباح الفل. وانا ليه برضه اختار واحد اسود من قله الرجاله؟ في ناس بتكرهني عشان انا شكلي اسمراني واسود وحاجات. في حاجه؟ احنا بنتريق عليه ليه؟ يا فلافيو في ايه؟ السمر للسمر معلش بقى مع احترامي يعني شوف واحده لونك. لو كنت ابقى شبه بكار. لا مش بالشكل خالص والله. اهم حاجه حنيه الراجل وان هو يبقى كويس. الراجل ده والله العظيم نفسه يتجوز، اقسم بالله والله العظيم نفسه يتجوز. تتجوزيه؟ انا شايفه ان روحه حلوه يعني عادي. فيها ايه بقى؟ ضحكته. والله يا بختك يا والله العظيم يا بختك. ادعوا له بقى يا ولاد الكلب، عايزين نجوزكم ونخلص. حضرتك جاي خطبه يعني تخطب للبنات وهي ماشيه فيش اي بنت كده؟ صاحبي والله. انا مذيع ده انا عتال قطه انا مرمط. يعني ده لو تقدم لاختك مثلا هتوافق؟ هوافق. كداب قوي. انت كذاب ابو صلاح. فعلا انا كداب يا استاذ ديمبي. الكلام رايح كده مش رايح كده خالص. يا عم بكار ما تشوف وتشوف معلش يعني. بكار ايه؟ لا في عنصريه. بتتريق عليه ليه؟ مش بتريق. روحوا بص لنفسك الاول بس بتتريق عليه. مش بالشكل والله. والله بكار والله. على فكره بقى زود في السمار تبقى من الرجال بس انت مش واخد بالك. الف مبروك. مبروك يا حبيبي. انت مرتبط؟ انا سنجل. بجد؟ طب ما تروح تدورك على عروسه. يا ريت. تعرفيه بيقول خطيب. لا ورا دلتك اهي خلاص. تعبيط يا ابني. تعبيط. مفيش، هو عامل له ايه؟ هم كده. اصل انت عمال تتريق على شكله، نسيت اهم حاجه في الدنيا، نسي يبص لشكله في المرايه. لا اختاره بناء على احترامه وشخصيته. اكيد مش انت، اكيد مش انت ولا انت. في منتصف الجنه لقيت لك عروسه يخرب بيتك. لقيت لك عروسه. الفنديل يا ابني والنبي. والله يا جماعه نازل اجوز صاحبي لقيت له عروسه ووفت وزغرطت. ما انا من اسف مخطوبه. يعني تحب تقول للناس العنصريه ايه؟ العنصريه بطلوا بقى عنصريه شويه وكفايه الناس تتدخل في حياه ناس بطريقه تضايق كل الناس. ده عسل بشرفني. يا عم ده بكار يا عم. معايا بنت في الجامعه صحافه واعلام، قلت لها ده وقدم لك اي واحده خديه. معايا العظيم يا ربنا يكرمك. في النهايه انا حابب اقول بسبب شكلي اترفضت من كل بنت عايز اتجوزها. لكن انا عايز اقول ان ربنا خلقنا سواسيه. الجمال والقبح موجود في عيون الناس. حاول تشيل من على عينيك غشاوة العنصرية. حاول تبص للناس بنظره صح. محدش يختار لونه ولا شكله. ربنا خلقنا في أحسن تقويم. انا لو اتجوزت انسان هبص لجمال قلبه وصفاته. طبعا لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه. وعايزين نوصل الفيديو ده 20,000 لايك.